نفسي اكل فطير مشلتت، بس عشان حد يبعتهولي من مصر ويجيبهولي من مصر. انا عايزه البيت اللي كنا بنعمله في مصر، علشان حد يجيبهولي من مصر مش لاقي حد يجيبهولي معاه من مصر. تمام. هتقولي لي موجود هنا في الامارات، موجود في الفران. انا مش عايزه اللي هو بتاع الفران ده، مش عايزاه. انا عايزه البيت، الفطير المشلتت البيتي. طيب نعمل ايه الحل؟ انا بقالي شهور وانا عايزه اكله من قبل رمضان بكتير. احنا نعمل ايه؟ نعمل احنا فطير مشلتت. هنعمل فطير مشلتت. واللي تعمله الله يرحمك يا ابويا ويسامحك، على رأي ابويا الله يرحمه، كان يقول اللي تخبزوا العورة ياكلوا ولادها. يلا بقى نعمل فطير مشلتت. طلع حلو هناكله، طلع وحش هناكله برضه. يلا بينا. بصوا العجينة اهي انا عجنتها. هنركنها شوية نص ساعة ترتاح، وبعدين هنقطعها. تمام، هنركنها دلوقتي. نغطيها بحاجة على ما ترتاح العجينة. هشرب مغلي البقدونس بتاعي اللي انا دايما بشربه كل ساعتين. بشرب كوباية زي دي اهو. بقدونس، بشرب مغلي البقدونس. تكون العجينة ارتاحت، نرجع نقطعها ونشوف هنعمل الفطير المشلتت ازاي. النهارده يوم الفطير المشلتت. حد يقول لي انت ليه بتشربي مغلي بقدونس؟ مغلي البقدونس لو كل ساعتين كده كوبايه، بس تكون سخنه، تكون دافيه. على فكره دي كوبايه مش برطمان. بصوا دي كوبايه. المفروض الغطا ده تحط لها كده، وايه بتحط لها شاليمو. تمام، عشان تقولوا انت بتشربي في البرطمان. لو في حد جرب مغلي البقدونس وجاب نتيجه معاه يقول لي. انا لسه بادئه فيه من كام يوم كده، وما اعرفش نتيجته بتيجي قد ايه. لو في حد جرب الموضوع ده يا ريت يقول لي. كده احنا عدى نص ساعة، سيبنا العجينة ارتاحت شوية. هنقطعها دلوقتي على صينية، والمفروض ان احنا نسيبها نص ساعة تاني تستريح. تمام، هنسيبهم كده. هنسيبهم نص ساعة، وبعدين هنرجع نفرده وهنسيبه شوية، وبعدين ندخله الفرن. بص احنا خلاص كده سيبنا العجين ارتاح. بص لما تعرف على الشكل عامل ازاي. سيبناه ارتاح شويه. دلوقتي هبدا افرده. طبعا انا مش عارفه افرد على الرخام، انا عايزه مكان واسع علشان افرد عليه. فانا هفرد هنا على الترابيزه. حطيت زيت، دهناه زيت كويس، وبعدين هبدا افرد العجين. بسم الله. فطير مشلتت يا جدعان. يا رب يطلع حلو. يا محاولة، بس هو الفطير يستحق المحاولة. وانا هستنى ليه حد يبعت لي فطير من مصر او يجي لي فطير من مصر وانا عندي كل حاجه موجوده؟ الزيت والدقيق والسمنه، وينفع اعمله. المثل بيقول اللي فيها عين وراس يعمل عمايل الناس. هنبدا دلوقتي احط في الصينيه علشان ندخله الفرن. طبعا انا عامله الفطير على قد حجم الصينيه دي. هناخد اول فطيره عملناها واحطها في الصينيه. انا معاكم خطوه بخطوه
من ساعه ما عجنت العجينه، مفيش حاجه متغيره ولا في حاجه مختلفه. انا دلوقتي المفروض مولعه الفرن ومخلياه يسخن. تمام. يلا بقى علشان نوديها الفرن. يلا على الفرن. الفرن طبعا لازم يكون ناره سخنه. نحط، هنقفل عليها من تحت. بصوا ادي شكل كتير اهو. احنا بنشوفه من تحت اهو. من تحت مش عايز حاجه، ولا من فوق ولا من تحت. انا كده مولعه فرن وشوايه. طبعا الفطير عامله حجم صغير علشان الصينيه صغيره، لو صينيه كبيره انا كنت اعملها اكبر من كده. دي خلاص، التانية لسه محتاجه شويه. هنطلع دي. تمام. تحفه وريحته تجنن. يلا نشوف الباقيين بقى. شايفين قلبه عامل ازاي؟ قولوا لي رايكم ايه بقى. مورق ومستوي. وعملنا الفطير اهو اهو اهو. فطير مشلتت اهو. ايه رايكم بقى الفطير؟ مورق ويجنن. تحفه تحفه تحفه. بصوا حته جبنه مصريه اصيله. تحفه تحفه تحفه. اتفضلوا معانا.